اللاعب اللي قدامك ده اسمه مروان صلاح، احد ناشئين النادي الاهلي في يوم من الايام، وحاليا لسه منضم لنادي بايرن ميونخ. وده ان دل على شيء فيدل اننا ما عندناش اي درجة وعي في كرة القدم. هحكي لك قصة اللاعب اللي فعلا يستحق اننا نتكلم عليها كتير جدا. بس قبل ما نبدأ الحلقة انزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، ويلا بينا نشوف الانترو اللي جاي ده علشان نبدأ الحلقة. الاسم مروان صلاح، مواليد 2004. بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي وهو عنده 8 سنين، ولكن بسبب دمج فريقين 2003 و2004 بقى فيه 8 حراس في النادي الأهلي وقتها، وما كانش فيه حل غير إن لعيبة كتير تمشي، وبالفعل مروان كان واحد منهم ورحل عن النادي الأهلي وانتقل الى نادي سموحة. بعدها وكيل اعمال اللاعب ومدربه الخاص كابتن شريف عثمان ابراهيم بعت لنادي بايرن ميونخ مقاطع مصورة لمروان داخل المستطيل الاخضر، وقعد يبعت المقاطع دي لمدة 5 شهور. هتقولي ليه هو اي حد بيبعت مقاطع للنادي ممكن يختاروه؟ هقولك لا، نادي البايرن حاليا بيشكل من خلال برنامج اكتشاف المواهب افضل فريق في العالم تحت 18 سنة، علشان كده مروان اشترك وبعت فيديوهاته. وهنا بسبب قرب مروان من ربنا فعلا، وانه لاعب متدين جدا، ربنا كرمه جدا، وبالفعل يختاروا مروان من وسط 2500 حارس مرمى، ويبقى من ضمن افضل 3 حراس على مستوى العالم في السن ده. الخلاصة الراجل ده علمنا ان الفرصة ممكن تجيلك عادي، حتى لو اكبر نادي في مصر رفضك واستغنى عنك وما اعترفش بيك، بس الفرصة الأحلى والأفضل ممكن تجيلك عادي جدا تقديرا لمجهودك، وساعتها تقدر تتعلم كورة صح مع أكتر ناس بتفهم كورة في العالم، وتدخل مشروع هو معمول مخصوص علشان يكون الأفضل في العالم. ولسه بنرفض في كل مواهبنا لحد النهاردة، والغرب والأجانب هم اللي بيكتشفوهم ويهتموا بيهم. مروان مصدر فخر لينا كمصريين، وفي نفس الوقت هنتعقد نفسيا من حاجة بتحصل في ألمانيا حاليا، وده بيثبت ان احنا مشطبين كورة بشكل عام. كده انتهت حلقتنا، واديك عرفت مين هو مروان صلاح اللي الناس كلها بتتكلم عليه الفترة الأخيرة، اللي فعلا ربنا يوفقه يا رب، ويكون حارس منتخب مصر الأول، ويكون حارس بايرن ميونخ الأول، ويحقق ألقاب كتير ويشرفنا بره زي محمد صلاح. أخيرا اوعى تنسى تصلي على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واوعى تنسى تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، سلام.